انت عايز تروح تسافر الخليج وتشتغل، بس السؤال هل الدول الخليجيه عايزاك؟ والدي ربنا يبارك في عمره كان اول جيل يسافر الخليج ايام ما كان الدرهم ب 80 قرش تقريبا، والعبد لله كان تاني جيل يسافر الخليج، ومشيت لما كان الريال يعمل 4 جنيه ونص تقريبا. ولكن حظوظ ولادي ان هم يبقوا الجيل الثالث اللي يسافر يشتغل في الخليج اظن انها ضعيفه شويه. ليه بقى؟ اصلا الدول الخليجيه كانت مهتمه انها تجيب مصريين عندهم ليه؟ الفكره بسيطه، كانوا دول حديثه المنشأ، ما عندهمش مقومات كتير، اكتشفوا ثروات طبيعيه هتجيب لهم فلوس كتيره، فقالوا دي فرصه عظيمه ان احنا بنبني بلادنا. بس يبنوها ازاي اذا كان التعليم اصلا عندهم عايز يتبني؟ فانظارهم راحت لرائد العلم والثقافه والصناعه في العالم العربي. مصر في الوقت ده كان فيها افضل جامعات وافضل مدارس واحسن خريجين جامعات ومعاهد صحافه وفنون وحتى حقوقيين وكتاب دستور. فخطتهم كانت عباره عن جزئين، الجزء الاول ان هم يستقطبوا المصريين الاكفاء بدون مرتبات مجزيه، والجزء الثاني ان هم يبعتوا ولادهم يتعلموا في مصر، وبعد كده ابتدوا يبعتوهم يتعلموا في امريكا واوروبا وهكذا. يعني مدخل المصريين للدول الخليجيه كان العلم. النهارده بقى العلم اخباره ايه؟ حسب تصنيف كيو اس لافضل الجامعات في العالم، دول افضل 10 جامعات عربيه عالميه، هتلاقي ان المنافسه ما بين المملكه والامارات وقطر، والرانك ده ما فيهوش غير جامعه واحده مصريه اللي هي جامعه القاهره اللي بتحتل المرتب العاشر عربيه. يعني هم من الاخر سبقونا في مجال التعليم. فهرجع تاني واسالك نفس السؤال، انت عايز تروح تسافر الخليج وتشتغل، هل الدول الخليجيه عايزاك؟